هاتي طبق السفندي اللي موجود في المطبخ ده قبل ما يبوظ ومكسلين تاكلوه، وهقولك تعملي بيه احلى صينيه كيكه طعمه وريحه جنان، وهتقلب ريحه الشقه هتخليها تحفه. هي مش الشقه بس اللي هيبقى ريحتها حلوه، الشقه والعماره والشارع كله. معايا هنا 4 من اليوستفندي، هغسلهم كويس قوي وانشفهم، هقشر منهم 2 وهسيب 2 بقشرهم. هقطعهم على 2 كده وهشيل منهم البذر كله. وطبعا تقطيعهم بالشكل ده بيسهل عليا ان انا اخرج البذر كله، بيبقى ظاهر قدامي وبخرجه كله مره واحده. وشغلنا النهارده هيبقى بالخلاط، وهنبدأ مع بعض بسم الله. معايا هنا 3 بيضات ودرجة حرارة الغرفة، معلقة من الفانيليا، كوباية ونص من السكر. هخفقهم في الخلاط كويس قوي على سرعة بطيئة، وبعد كده ازود السرعة. بالنسبة للبيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني النظام ده احنا نتبعه في اي كيكة احنا هنعملها، لانها بتدينا نتيجة افضل. بعد كده هضيف كوباية الا ربع من الزيت، وممكن ميكس زيت وسمنة يعني المتاح عندك. هخفقهم كويس قوي لحد ما نتأكد ان السكر بتاعنا داب والقوام بتاعه بقى كريم. بعد كده هضيف معايا نص كوباية من الحليب، ولو مش موجود حليب ممكن نضيف نص كوباية من عصير اليوستفندي او نضيف زبادية. وطبعا كلنا عارفين ان مقدار الكيك بياخد كوباية من الحليب، او لو عاملينها كيكة برتقال او سفندي بناخد كوباية من العصير. بس انا هنا حبيت اعمل ميكس ما بين الاتنين، لان انا بحس دايما ان اللبن بيدي طعم حلو قوي للكيك. معايا هنا ضفت بقى اليوستفندي كله اللي بقشره والمتقشر، وهخلطهم كويس مع بعض لحد ما اتاكد ان اليوستفندي كله اتقطع حتت صغيره وما بقاش فيه اي قطع كبيره. اشتغلت الاول على السرعه البطيئه، وبعد كده زودت السرعه. بعد كده هضيف معلقه كبيره من الخل، وطبعا في اي كيك بنضيف معلقه من الخل، لان طبعا ده بيساعد ان الكيك بتاعنا بيطلع هش. كده القوام جاهز، اضيف له بقيه المكونات. معايا هنا كوبايتين من الدقيق نخلتهم كويس، وضفت عليهم كيس من الكيك شيف، ونخلتهم مره تانية. دي اول مره، وبعدين دي المرة التانية. طبعا كل ما بندخل الدقيق بيدينا برضو نتيجة احسن. بعد كده هضيف عليه الخليط السائل، بس هضيفه شوية شوية مع التقليب المستمر. انا قلبت هنا بالمعلقة عادي، بس اراعي طبعا وانا بقلب ان انا بجيب كل الدقيق اللي في الجوانب، وان الخليط السائل كله امتزج بالدقيق كله. انا استخدمت هنا المعلقة وسهلت على نفسي، اللي حابب يستخدم المضرب الكهرباء او الويسك الاسهل ليكي استخدميه يعني. في ناس بتقلق من القشر بتاع اليوستفندي وبيخافوا ان هو يمرر الكيك، بس عايزه اقول لكم ان بيدي طعم حلو قوي. واللي قلقان ممكن يجرب يحط قشر سفندية واحدة بس انا واثقة انه بعد كده هيحط 2 و3، خاصة انه مش ظاهر معايا في القوام زي ما انتم شايفين. فتافيت صغنطوطة جدا مش باينة، لا بتضايق في الطعم ولا بتدي مرارة، بالعكس بتدي ريحة وطعم حلو قوي. بستخدم طبعا القالب الالومنيوم، بيديني نتيجة حلوة جدا. ممكن ندهنه طحينة، ممكن ندهنه سمنة او زيت، ممكن نحط له كمان رشة دقيق، حسب ما احنا يعني متعودين. بس لازم اساسي يكون قالب الكيك الومنيوم. بالنسبه للبنات اللي بتجهز جديد وبتجيب جرانيت وتيفال وبايركس، لازم تجيبوا في الجهاز بتاعكم قالب الكيك يكون الومنيوم. بيديني نتيجه حلوه وما بيحرقش الكيك وبيسوي الكيك كلها زي بعض. بصراحه لا غنى عنه. كده هدخلها الفرن، هتاخد حوالي من 20 ل25 دقيقة، وبنختبرها بالخلة بنلاقيها ما بتلزقش. طبعا الاختبار ده بنعمله في الفرن مش هنا. وبمشي سكينة كده على الجوانب عشان افصل الكيك من القالب، وابدأ اقلبه. طبعا هو المفروض ما اقلبوش دلوقتي، كنت استنيت عليها شويه تهدى، بس طبعا ان الريحه التحفه ما قدرتش استنى. بصوا هي لسه سخنه بقى كده والريحه طالعه بجد تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم ان هي احلى اصلا من الكيك اللي احنا بنعمله بالبرتقال. اللي هيجرب كيكه السفندي مش هيبطل يعملها. انا حتى ما صبرتش عليها تبرد، يعني المفروض استنى عليها تهدى شويه، بس اللي هيعملها انا واثقه انه هياكلها حتى سخنه مش هيستنى. بس لونها جميل ازاي. هقطع معاكم قطعة كده تشوفوها على الطبيعة. هي سخنة جدا طبعا يعني، بس خطيرة خطيرة خطيرة. بصوا كمان هشة ازاي وسفنجية. الكيكة دي لازم تتعمل حالا دلوقتي، انا هقوم اعمل واحدة تانية، لان طبعا كنت مصورة الفيديو من فترة ولسه عاملة المونتاج بتاع الصوت دلوقتي. فهقوم اعمل واحدة كمان دلوقتي، وانتوا كمان قوموا دلوقتي جربوها لازم تتعمل حالا. عاوزة اقول لكم ان الطبيعي وانا بصور بقى اللقطة دي بصور شوكة 2 عشان التصوير. عايزة اقول لكم ان انا كلت قطعتين من جمالها، والله يعني بجد خطيرة خطيرة خطيرة. شايفين الجمال. كان نفسي تشموا ريحتها معايا. ادي القطعة التانية عشان تصدقوا ان انا ما كتبتش عليكم. والله واكلة 2 وانا بصور لقطة واحدة بس. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واللي هتجرب الطريقة دي وتعمل الكيكة دي يا ريت تنزل لنا صورها وتقول لنا رأيها.
وطبعا مش محتاجة اقول لكم اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير، واللي اول مرة يشوفني انا شيري امام. دمتم بصحة وهنا.